السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس وكامل تكونوا بخير. وصفتي اليوم ان شاء الله راح تكون وصفه سهله وبسيطه بمكونات موجوده في كل بيت واقتصاديه جدا. نحتاج فيها فقط حبه بطاطا وحبه طماطم. هذا ما كان. طريقه التحضير تاعها ايضا سهله بزاف. في مقله نديروا شويه تاع زيت نباتي وزوج فصوص تاع الثوم، قلوهم، من بعد نضيف ملعقه ماشي معمره تاع طماطم مصبره، قلوها مع الثوم، من بعد نضيف حبه طماطم سكرفشتها، نقلو الطماطم بكل مع بعضها مليح. وكي تتقلى نضيف التوابل اللي هي التوابل الاساسيه: كزبر مرحي، فلفل كحل، الحمار الحلو، واكيد ما تنساوش الملح. نخلط كلش، من بعد نضيف الماء، وكي يغلي الماء نضيف حبه البطاطا اللي كنت قليتها، وضفت هنا القليل من الدجاج اللي كان عندي. هذه الخطوه اذا هي خطوه اختياريه، تقدروا تستغناو عليها في هذه الوصفه. واخيرا نضيف المعدنوس اللي راح يمد طعم بزاف شباب وبنين للوصفه، ونغطي المقله تاعنا، وكي ينشف الماء تاعها نطفيو على النار. كانت هذه وصفتي اليوم: بطاطا مشرمله تجي بزاف بنينه، تقدروا ديروها كتدبيره للغداء او العشاء، تجي بنينه بزاف واقتصاديه توجد ليه. اتمنى منكم تجربوا الوصفه وتشاركوني رايكم في التعليقات، ومشاهده ممتعه.